بما انه نحن بموسم الرمان فشو بدها دبس رمان شغل الضيعه. وطبعا الرمان بيكون مخلط حامض حلو. وبعد ما حوشنا الرمان من البستان هلا بدنا نغسلهم ونقطعهم. وهلا بدنا نعمل هيك عصره بالايد ونبلش دق. ونختمها بعصرة ونتأكد إنه ما ضل شي بقلبها. والطريقة القديمة بالضيعة إنه منجيب كرسي بيكون منظف منيح ومخصص لعصر الرمان، منخلي تحته طنجرة ومن فوق منحط كيس قماش خام ونضيف. وهلأ نبلش نفضي الرمان بالكيس. بسم الله سلام باركة. نعصرهم عصرة أولى وبعدين نغطيها بكيس نايلون نضيف والبس اكياس برجليها وبلش عصر. وهي الطريقه التقليديه ها، انا ما دخلني كل مين وطريقته. وممكن نعصر بالايد للكميات القليله بس كتير صعبه. وممكن كمان بالغساله القديمه اللي بتكون هيك لها دورين تعصروا فيها. بدنا نرجع نصفيهم مره ثانيه على طنجره الغلي. نشعل الحطب لانه دبس الرمان على الحطب غير. وهلا بدنا نطبخهم 7-8 ساعات على الحطب وحسب قوه النار وما بنحركهم، بس كل شوي بناخذ الرغوه اللي بتطلع على الوش مشان ما تمرمر. وكل مين وحطباته، انا ما دخلني. الله اكبر الله اكبر. وعلى اذان العشاء صار معنا جاهز دبس الرمان. هلا نشيل هذا الوش. هي الرغوه الاخيره طبعا ما بنكبها، شوفوا صارت دبس وجاهزه للاكل. خليني اروح على البيت وفرجيكم الدبس على الضوء. وبعد ما رجعنا للبيت وبرد معنا خلينا نشوف كيف صار دبس الرمان. وشوفوا السماكه كيف طلعت معنا لانه هذا انطبخ بطريقه على الحطب 8 ساعات فتركزت الاحماض فيه وطلع هيك سميك وحامض. ومعلومه مهمه، كل 10 لتر عصير رمان بيطلعوا لنا من 2.5 ل 3.5 لتر. وهذا على السلطه نحن بنحط نقطه نقطتين ها مو اكثر لانه كثير حامض. وكل سنه وانتم سالمين. خلصنا دبس الرمان كمان. نراكم على خير.